السلام عليكم ورحمة الله البنات، اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم بريوش سائل فهذا لي كيسيط ديال الكب كيك. وبالنسبة لهاد لي كيسيط البنات اختاروا النوعية الجيدة لان فيهم اللي كيلصق. بسم الله، ندوزو للمقادير. عندي 500 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات مغربل، خمارة 8 غرام، والفاني بودر 500 غرام، 5 الكيسان ديال العنبه. عندي 4 المعالق ديال السكر حبيبات 80 غرام. عندي هنايا 2 كيسان ديال الحليب 250 غرام او مليلتر، وزدت عليهم كاس ديال الماء بعبار كاس ديال الياغورت. كنديروا 3 جوج ديال الحليب وواحد ديال الماء، وممكن نديروا الماء وممكن نديروا الحليب 3 الكيسان. وعندي هنايا 5 المعالق ديال الزيت النباتيه 50 غرام، 5 المعالق كبار. عندي بيضه 50 غرام. عندي معلقه ديال القشور ديال الحامض او الليمون. وعندي 12 غرام ديال الخميره معجونه او الخميره حبيبات حسب الموجود. وعندي معلقه ديال العسل غنزيدها مع الحليب، عسل منزلي. بالنسبه لهاد المعلقه ديال العسل اللي زدتها البنات كتخلينا البريوش طري، واخا كيجلس عندنا يومين ما كيتفرتتش. هنايا الحليب دفيته شويه. وبالنسبه للتزيين عندي اللوز افيلي او كاوكاو حسب المتوفر، وعندي الشوكولا قطع. هادي غنديرها دابا في المجمد حتى نوجد الخليط. كنخدموا الخميره، كنزيد 3 المعالق ديال الدقيق، كنخلط مزيان الخميره والسكر والحليب، وكنخلي دابا الخميره كتفاعل. غنرجع معكم ان شاء الله بعد ما تفاعل الخميره. رجعت معكم البنات بعد ما تفاعلت الخميره. بهذا الشكل كتولي بحال الرغوه. كنضيفوا بيضه، وكنضيفوا القشور ديال الحامض، وكنضيفوا الكاس الثالث ديال الماء. هاد العبار مضبوطه البنات. وما كنساوش نص معلقه صغيره ديال الملحه مع الدقيق. كنزيد شويه ديال الفاني سائل،
كيجي الخليط بهذا الشكل البنات. كندير الخليط في هذا الجيب حلواني، كتجينا العمليه سهله وممكن نديرو غير بمعلقه. وإلا كان الدقيق ديالكم كيشرب البنات ممكن تزيدو 2 معالق ديال الحليب او ديال الماء. 20 غرام، هذا بالنسبه للاخوات اللي كيستعملوا الميزان. اللي عندها الميزان تعبر دير 20 غرام، اللي ما عندهاش الميزان دير 2 معالق، نفس المعلقه. وهنايا عندي الشوكولا دخلتها للمجمد. نتمنى تجربوهم، كيجيو رائعين لا في المذاق ولا في الشكل. بعد ما عمرتهم البنات غنخليهم يخمروا مزيان، وكندير بيضه كامله ومعها شويه ديال القهوه سريعه الذوبان كندهنهم، وندير لهم لوز افيلي او كاوكاو، وندخلهم الفران ونرجع معكم في طبق التقديم ان شاء الله.